يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في أماكن في العالم ده المنطق فيها بيقف عاجز، والواقع بيتحول لكابوس ملوش تفسير. النهاردة أنا مش جاي أضيع وقتك، أنا جاي أوريك لقطات ممكن تخليك تسرح وتفكر 100 مرة في اللي بيحصل حوالينا. من أغرب حالات البشر في إيران لطقوس ومهرجانات في الهند ما تخطرش على بال حد، لدرجة إنك هتحس إنك في عالم تاني. ومش بس كده، ده إحنا هنشوف عمليات تخسيس هتخليك تغمض عينك من كتر الخوف. ركز في كل دقيقة، عشان اللي هتشوفه دلوقتي حقيقي 100%. ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب عمليات شفط الدهون اللي انتشرت في العالم كله دلوقتي، وفي ناس كتير بتعملها علشان تخس، وبيعملوها رجالة وستات كمان. بيدخلوا حاجة في جسمك بتشد كل الحاجات الزيادة زي الدهون يعني. والمعلومة هنا إن العملية دي بتتسمى عالمياً اللايبوسكشن، والموضوع مش مجرد تجميل بسيط، ده فيه لترات من الدهون بتتسحب من جسمك في دقايق، والآلة دي بتدخل تفتت الأنسجة في معركة حقيقية تحت الجلد عشان ترسم الجسم من جديد. تخيل إن الجسم بيتحمل كل ده عشان بس يوصل للشكل المثالي. فعلاً العلم ساعات بيبقى مرعب. سيبك بقى من العمليات وتعال نشوف أغرب طقس هندي. تعال بقى أوريك اللي بيحصل في شوارع الهند. المنظر اللي انت شايفه ده مش مشهد من فيلم رعب، ده طقس سنوي غريب جدا بيشارك فيه الصغير والكبير. الناس بتتجمع وبيشدوا لسانهم لبره، وبعد كده بيدخلوا فيه قطعة حديد طويلة وبيعملوا فيه فتحة من غير ما يرمش لهم جفن. ودي تعتبر من أقدم التقاليد الهندية اللي لسه عايشة لحد النهاردة. واللي هيجننك فعلا إن الطقس ده المعروف باسم البيرسينج ريتشوال بيتعمل من غير نقطة دم واحدة، لأنهم بيستخدموا رماد مقدس وأعشاب معينة بتمنع النزيف وتخلي الجرح يلم بسرعة خيالية، سر ما يعرفوش غيرهم وبيعتبروه معجزة إلهية. ومن الهند ووجع اللسان لأغرب حاجة ممكن يشوفها إنسان. تعال بقى أوريك أغرب شخص موجود في إيران، والشخص اللي معانا النهاردة أول ما هتشوفه هتقول سبحان الله. الشخص ده مولود من غير عيون وعنده حوالي 35 سنة وبيمارس حياته عادي. واللي هيصدمك بجد إن الحالة دي طلعت وراثية في العيلة، لأن الأخين مولودين بنفس الحالة الطبية اللي اسمها الأنوفثالميا، ودي حالة نادرة جدا بتخلي تجويف العين فاضي تماما. والأغرب إن رغم حالتهم دي هم عايشين حياتهم وبيمارسوا يومهم بشكل بيبهر أي حد يشوفهم. فعلا قدرة ربنا ملهاش حدود. ومن أغرب حالة في إيران لمهرجان كله طين في الهند. تعال بقى أوريك مهرجان الطين اللي موجود في الهند، وزي ما في مهرجان للألوان في برضه مهرجان للطين. الناس بتتجمع وبتنام في الأرض أو بتنام في الطين زي ما انتوا شايفين كده، ويبتدوا يلعبوا وكمان يدهنوا جسمهم. وده مهرجان مشهور جدا في الهند والناس بتعمله على طول، وبيقولوا إن الطين بيطهر الجسم. واللي هيخليك تستغرب فعلا إن المهرجان ده المعروف باسم الماد باث ريتشوال، الهنود مش بيعملوه للعب وبس، دول بيعتقدوا إن الطين ده فيه بركة وطاقة شفائية بتقضي على الأمراض الجلدية، وبيعتبروه نوع من أنواع تنقية الروح والجسم من السموم. سيبك بقى من غسيل الطين وتعال نشوف اللي بياكلوا الفراخ نية. لو انت بقى فاكر إن الهند بس هي اللي فيها حاجات غريبة تبقى غلطان. تعال بقى أوريك اللي بيحصل في الصين. انت لو سافرت هناك هتلاقي حاجات أغرب، بيعملوا مهرجانات وبياكلوا الفراخ نية. واللي هيصدمك بجد إن الطقس ده المعروف باسم الرو بولتري فيست بيعتقدوا فيه إن أكل الفراخ بدمها بيدي قوة بدنية خارقة وبيرضي الآلهة بتاعتهم. والناس هناك بتتسابق مين يخلص الفراخ بدمها وريشها الأول عشان ينال البركة. فعلا شعوب ليها عادات ما بيصدقهاش عقل. سيبك من اللي بياكلوا الفراخ دول وتعالى بقى أوريك اللي جاي. لو انت بقى فاكر ان النمور أسرع الحيوانات اللي موجودة على وجه الأرض، فأحب أقولك إنك غلطان. النمور يا سيدي مش سريعة وبس، ده كمان بتخطط وبترتب ورقها قبل ما بتهجم على أي فريسة. واللي هيصدمك بجد إن التكتيك ده معروف علمياً باسم The Ambush Predator، يعني مفترس الكمين. النمر مش بس بيعتمد على قوته، ده بيحسب سرعة الرياح واتجاهها عشان فريسته ما تشموش، وقوة قفزته ممكن توصل ل10 متر في المرة الواحدة. فعلا ذكاء وقوة ملهمش زي. وبس يا سيدي، كده خلصنا جولتنا النهاردة وشفنا أغرب حاجات في العالم، من طين الهند لفراخ الصين لحد ذكاء النمور. لو وصلت لحد هنا تبقى بطل، وما تنساش بقى اللايك المتين بتاعك وتقولي في التعليقات ايه أكتر مقطع عقلك مصدقوش. ويلا بقى سيبكم تلحقوا الفطار، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير. سلام.